جاهلا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله يلقاكم الفيديو ديالي في احسن الاحوال. عواشركم مبروكه، الله يدخل علينا رمضان ان شاء الله بالصحه والسلامه والهنا والرزق ان شاء الله، وباش ما تمنيتو وباش ما تمنينا اجمعين يا رب العالمين. نبداو الفيديو ديالنا بالصلاه على نبينا، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ومن ضمن معسله رمضان اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم لسان الطير او لسان العصفور، منسمه وبطريقه سهله ومبسطه، توجديها بسرعه مختصره باقل مجهود وبكميه وفيره، ومذاقها يا سلام ما شاء الله اللهم بارك، مقرمشه وهشيشه في نفس الوقت وشاربه العسل ما شاء الله، كتذوب في الفم. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. كيف ما كتشوفوا راه الفيديو واضح والصور واضحين كيفاش كتجي، راه كتجي رقيقه وهشيشه بزاف. تابعوا معايا الخطوات وتابعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخر، ونخليكم دابا مع المقادير وطريقه التحضير. بسم الله على بركه الله. عندي في المقادير كيلو ونص ديال الدقيق مغربل، وعندي في المقادير نص كاس ديال الزيت، نسيت ما درتو هنايا مع المقادير، وعندي كاس ديال ماء الزهر وكاس ديال الجنجلان سهرتو شي شويه وطحنتو بحال الدقيق. هنايا عندي 5 المعالق كبار ديال الزبده والماء اللي جا مع العجين، وهنايا عندي معلقه كبيره ديال النافع، معلقه كبيره ديال حبه الحلاوه اللي سهرتهم شي شويه وطحنتهم كيف ما كتشوفوا، نص معلقه صغيره ديال القرفه، صفار بيضه واحده، وعندي 4 المعالق كبار ديال الخل والقليل من الملح، وواحد الخماره الوزن ديال 7 غرام. بسم الله على بركه الله. غادي نخلط النواشف هما الاولين. هنايا ضفت الزنجلان على الدقيق، ونضيف القرفه وحبه الحلاوه والنافع كيف ما قلت لكم، راه صهدتهم وطحنتهم مزيان بحال الدقيق، ونزيد الملحه والخماره الوزن ديال 7 غرام. نخلط هاد المكونات مزيان مع الدقيق، حيت الجنجلان ملي كيطحن كيف ما كتعرفوا راه كيتكور. غادي نخلطو مزيان، نحيد منه دوك الكوار مزيان، ونضيف نص كاس ديال الزيت. راه نص كاس ديال الزيت هما 4 المعالق كبار عامرين مزيان، وراه ذكرتها في الاول مع المقادير. وهنايا دابا غادي نضيف الزبده. كيف ما قلت لكم عندي 5 المعالق كبار ديال الزبده بحراره المطبخ. الا عندكم الزبده قاصحه ضروري ما تذوبوها. واحد الملاحظه، الزبده ملي تذوبوها ما ديروهاش وهي سخونه، ضروري ما تدفى شويه عاد ضيفوها باش ما تقطعش لكم العجينه. هنا كيف ما كتشوفوا راني كندخل الزبده والزيت في الدقيق مزيان حتى يترملوا. ودابا غادي نضيف الخل والصفار ديال البيضه ونكمل الخلاط. غادي نخلطهم مزيان حتى يولي ليا الخليط مرمل. من بعد ما خلط دوك المكونات مزيان مع الدقيق كيف ما كتشوفوا راه الخليط عندي مرمل. هنايا دابا غادي نضيف كاس ديال ماء الزهر، وغادي نستمر في الخلط. والماء ما عبرتش، غادي ندير غير شويه بشويه حتى نجمع الخليط ديالي، تكون العجينه لينه. كيف ما كتشوفوا كنضيف الماء وكنجمع العجينه. غادي نستمر هكذا كنضيف الماء وكنجمع العجينه حتى تولي العجينه عندي لينه. من بعد ما جمعت العجينه ديالي كيف ما كتشوفوا راه كتكون لينه، كندلكها مزيان ونجمعها ونغطيها بلاستيك غذائي. غادي نغطيها ونخليها لمده ديال 5 دقائق حتى ل 10 دقائق ونرجع ليها. وبسم الله على بركه الله. من بعد ما خليت العجينه ديالي ترتاح دابا غادي نكورها. هنايا غادي تكوروها على قد المقله اللي عندكم. انا غادي نديرها في المقله الثقيله، نتوما غادي ديروا الكوار على حسب المقله اللي عندكم اللي غادي ديروه فيها، حيت الا كانت عندكم المقله صغيره غادي تصغروا مازال الكوار. المهم عندكم ميزانكم وانتم اللي كتعرفوا شنو عندكم في الكوزينه ديالكم. غادي نستمر هكذا كيف ما كتشوفوا انا كندير الكويرات على حسب المقله ديالي. من بعد ما كورت العجينه اللي عندي كامله كيف ما كتشوفوا راه درت كويرات صغيورين، كنغطيها بلاستيك غذائي ونبدا بسم الله على بركه الله. غادي نقرص العجينه واحد الطريقه غادي نوريها لكم. كيف ما كتشوفوا راني كنقرص بالمايزينا دقيق النشا. كناخذ 4 ديال الكوار وكنغطسهم مزيان في المايزينا. كناخذ اول كره كنسرحها، راه الفيديو واضح، كنسرحها مزيان كيف ما كتشوفوا راني رشيت مزيان المايزينا وغادي نخليها جانبا. غادي ندير الكوره الثانيه
كيف ما كتشوفوا كنسرحها بالمايزينا، كنرش مزيان المايزينا وكنسرحها. دابا غادي نرشها مزيان من الفوق ومن التحت بالمايزينا، غادي نغطيها كاع بالمايزينا وغادي نديرها جانبا. هذيك الاولى اللي درتها ما غطيتهاش مزيان بالمايزينا، غادي نزيد ليها المايزينا وغادي ندير دابا وحده فوق وحده. يعني ملي غادي نسرح العجينه غادي نسرح 4 في دقه واحده. هكذا كتكون الطريقه مبسطه وكتكون سهله وما كتاخذش بزاف ديال الوقت، يعني دغيا كتساليوها. كنستمر كيف ما كتشوفوا راني خديت الكره الثالثه كنسرحها وكنرشها مزيان بالدقيق، كنغطيها كامله ماشي بالدقيق بالمايزينا عفوا، وكنديرها على اللي سرحتهم من قبل. كيف ما كتشوفوا راني سرحت دابا الرابعه، غادي نغطيها مزيان بالمايزينا ونديرها على اللي سرحتهم من قبل. كما كتشوفوا هنايا عندي ما شاء الله 4 ديال الحبات وغادي نبدا نسرح. يعني هكذا كتسرحوه في دقه واحده، 4 في دقه واحده، ما كتاخذش منكم بزاف ديال الوقت وبطريقه سهله جدا. وبسم الله دابا غادي نفرقهم على بعضياتهم. كيف ما كتشوفوا راه ما كيتلصقوش كاع حيت درنا المايزينا مزيان. ضروري ما ترشوا المايزينا مزيان. واحد الحاجه بغيت نقولها لكم هنايا، تقدروا طيبوها ديريكت ديروها في المقله الثقيله وتقلبوها، ولا تاخذوا واحد البلاستيك بحال اللي درت انا. خديت واحد البلاستيك رشيته بالمايزينا وكندير الحبات وحده فوق وحده. انا سرحت النص وبقيت كنطيب، يعني ما سرحتش العجينه اللي عندي كامله، خفت لا يتلصقوا ليا هذوك اللي لتحت. كنستمر على هذه الطريقه حتى نسالي العجينه اللي عندي كامله. انا غادي نوري لكم دابا طياب كيفاش طيبتهم. هنايا راني سرحت غير النص، ما سرحتهمش كاملين. نبدا بسم الله على بركه الله. دابا غادي نديرهم في المقله الثقيله. كناخذ واحد الحبه كيف ما كتشوفوا كنديرها في المقله الثقيله، كنسرحها مزيان ونقلبها ديريكت. ما غاديش نخليها غير كتشرب داك الماء، غادي نقلبها، ما غاديش نخليها لمده طويله. كيف ما كتشوفوا كنقلبها نخليها شي شويه عاوتاني. صافي دابا غادي نهزها. انا راني درت واحد المنديل نظيف غادي نديرها فيها باش نغطيها ما تشربش كاع الهواء. كيف ما كتشوفوا راني كنجمعها كتلوى ما شاء الله بحال الورقه، كتجي رقيقه اللهم بارك. وبسم الله عاوتاني غادي ندير وحده اخرى. كيف ما كتشوفوا معايا كنسرحها في المقله الثقيله وديريكت غير كنشوفها باللي راه بدات كتنشف كتشرب داك الماء كنقلبها. صافي دابا غادي نهزها، غادي نجمعها عاوتاني معكم. كيف ما غادي تشوفوا معايا راه بحال الورقه ما شاء الله كتلوى كيف ما كتشوفوا. ونديرها في داك المنديل وغادي نغطيهم من الهواء وغادي نستمر على هذه الطريقه حتى نسليهم كاملين ونرجع لكم. وما شاء الله كيف ما كتشوفوا من بعد ما سليتهم كاملين وبسم الله دابا غادي نبدا. غادي ناخذ 2 ديال الحبات ديال الورقات، غادي نشوف اللي غادي يكونوا بحال حيت انا غادي نلوي 2 في دقه واحده، ما غاديش ندير وحده. كيف ما كتشوفوا دابا بسم الله على بركه الله غادي نبدا نلوي. كيف ما كتشوفوا راني غير كنطويها كنلويها مطلوقه، ما تجمعوهاش بزاف. هنايا درت شويه ديال الدقيق وشويه ديال الماء خلطتهم كندهن بهم الجوانب باش يتلصقوا من هنا كيف ما كتشوفوا. ونكمل نطويها حتى الاخر وغادي نخليها جانبا، نغطيها بواحد المنديل ولا بواحد البلاستيك غذائي. ندير معكم واحده اخرى. كيف ما كتشوفوا راني درت 2 وحده فوق وحده كنلويها بحال الا كنطويها. كيف ما كتشوفوا راني ما كنقصحش يدي وما كنقصحش على العجينه. علاش؟ حيت ملي غادي طيبوها الا قصحتوا على العجينه راه ما غاديش تنفخ لكم، ما غاديش يكونوا دوك الوريقات يعني مفتوحين، غادي تجيكم معجنه من الداخل. هنايا كيف ما كتشوفوا راني دهنت الجوانب بالدقيق وبالماء وكملت ليها الطويه. هنايا غادي نديرها في بلاستيك غذائي. غادي نستمر على هذه الطريقه حتى نكمل الورقات اللي عندي كاملين ونرجع لكم. وما شاء الله من بعد ما سليت الورقات اللي عندي كاملين طويتهم كيف ما كتشوفوا على الطريقه اللي وريت لكم. كنغطيهم بلاستيك غذائي كاملين باش ما ينشفوش. بسم الله على بركه الله. هنايا كناخذ المقص كنقطعها كيف ما كتشوفوا بشكل مائل، كنحيد داك الاول الجانب اللي كيكون هكاك وكنبدا كنقطع بشكل مائل كيف ما كتشوفوا معايا. راه ما شاء الله كتجي رقيقه بزاف وكيتجي مفتوحه. هنايا غادي نسالي ليها التقطاع كنقطعها بشكل مائل. ودوك الجوانب اللي كنقطعهم اللي كيكونوا في الاول وفي الاخر راه ما كنرميهمش حتى هما كنقليهم. هنايا غادي نستمر على هذه الطريقه حتى نكمل نقطع العجينه اللي عندي كامله ونرجع لكم.
وهاد القطع كنغطي عليهم، كنديرهم في المنديل. كل مره كنقطع كنديرهم هكذا في المنديل وكنغطي عليهم. وبسم الله نبداو القلي. راني كنت قليت من قبل، دابا غادي نرمي الحبات كيف ما كتشوفوا. المهم الزيت كتكون سخونه ولا عافيه كتكون مهيله. كنرمي الحبات كيف ما كتشوفوا ما شاء الله، غير كنرميهم في الزيت راه كيتفتحوا اللهم بارك. ولكن واحد الحاجه الا لويتوا الورقه ديالكم في الاول، يعني تجمعوها مزيان وتقصحوا عليها، راه ما غاديش تفتح معكم هكذا. يعني هاد الحبات غادي يبقاو مجموعين وغادي تجي معجنه من الداخل. كيف ما كتشوفوا من بعد ما عمرت المقله ديالي كنبدا هكذا كنقلبهم حتى ياخذوا اللون الذهبي. راني درت التسريع للفيديو حيت الفيديو شويه جاني طويل. وكيف ما قلت لكم راه كنت قليت من قبل، خليتها في العسل حتى تشرب العسل مزيان. انا كنخليها هكذا تشرب العسل الشباكيه ديالي حتى نشوف بلي راه صافي. غادي نحيد المقله اللي طيبت عاد كنحيدها تستقطر. وهنايا الشباكيه ديالي راها واجده خدت اللون الذهبي. دابا غادي نحيدها من الزيت وغادي نديرها في العسل. كنحيدها من الزيت كنقطرها من الزيت مزيان كنديرها في العسل. غادي نخليها في العسل حتى تشرب مزيان ونستمر بنفس الطريقه. ما شاء الله اللهم بارك. كيف ما كتشوفوا الكميه اللي تحصلت عليها ديال لسان الطير او لسان العصفور. وما شاء الله اللهم بارك. كيف ما كتشوفوا معايا الشباكيه ديالنا لسان العصفور او لسان الطير كيف كتجي، راه كتجي رائعه جدا. قد ما شكرتها لكم ما نقدرش نقول لكم اكثر. راه الفيديو واضح والصور واضحين. كيف ما كتشوفوا كتجي رقيقه بزاف وكتجي شاربه العسل والمذاق ديالها بالمنسمات. يا سلام ما شاء الله. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. وكيف ما شفتوا معايا راه الطريقه ديالها سهله ومبسطه، كتوجديها بسرعه ومختصره باقل مجهود وكتجي كميه وفيره ما شاء الله. غادي نوري لكم الشباكيه ديالنا كيفاش كتجي من الوسط. كما شفتوا ما شاء الله القرمشه. يا سلام يا سلام كتجي شاربه العسل ما شاء الله اللهم بارك. هشيشه في نفس الوقت ومقرمشه وشاربه العسل من الوسط. والى فيديو قادم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. في امان الله وحفظه.